السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. النهاردة أنا هقدم لكم وصفة. طبعا الستات كلها بتعاني منها. طبعا بعد احنا بنغسل المواعين في البيت. بعد ما بنغسل غسيل بنحط ايدينا في المية كتير. طبعا أثناء الشتاء الإيد بتكرمش، برضو الإيد بتجير، بتبقى فيها حرقان. أنا الوصفة دي هعملها لكم. دي تزيل الحرقان اللي في الايد وترطب الايد وتخليكي كأنك يعني ايه ما استعملتهاش في اي شيء يعني يضر بالبشرة. المكونات هي بسيطة جدا. طبعا حاجات دايما الحاجة الموجودة عندك في البيت، مش بنجيب اي حاجة من بره. هنبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجيب بعد ما تخلص غسيل المواعين، طبعا هتكون الايد طبعا بتبقى ناشفة كده اهو، ما فيهاش نعومة، بتبقى فيها حرقان في الصوابع، في الايد، في الكفة نفسها كده اهو، بتبقى انت يعني منزعجة منها، مش عارفة تعملي فيها ايه. هتعملي بعد ما تخلص غسيل المواعين او غسيل الهدوم او كده، هتجيبي اناء زي كده اهو، في حبة مية دافيين، تحط عليهم معلقة خل أبيض، يعني مش كتير، يعني معلقة صغيرة كده اهو. هتكون المية دافية خالص طبعا. وبعد كده تروحي عاملاها ازاي، تحطي ايدك فيها كده اهو، تغسلي ايدك بيها كده. المية ام خل دي طبعا الخل ريحته جميلة جدا، يخلي الايد يعني ريحتها حلوة، ما فيهاش اي مشاكل. حتى لو انت غسلت المواعين في بصل، في توم، في بقايا اكل، دمعة، صلصة، حاجات زي كده، الخل بيضيع الريحة دي خالص. حتى لو انت طلعتي مثلا تلبسي تطلعي خارجة بره، هتلقي ايدك ريحتها حلوة، ما فيهاش اي روائح بتاعت المطبخ. هتفضلي تدلكي فيها كده اهو بالمية الدافية والخل، هتلاقيها كده اهو تدلك فيها كده اهو، على اساس ان برضو مت الحرقان اللي في الصوابع كده اهو هنا، واللي في كفة الايد، تفضل تدعك فيها كده اهو بالخل والمية الدافية دي، لحد ما تبص تلقي ايدك كده الحيوية والدوامية. بص كده الدورة الدموية مشيت في ايدك كده اهو. خلاص كده اهو غسلتيها كويس، دلكتيها كده زي 5 دقايق كده او 3 دقايق، يعني ما تكتريش لحد الخل ما يتشرب في الايد والمية الدافية، تتمشي الدورة الدموية وتفرد العضلات في الايد. تمسحي ايدك بفوطة. خلاص كده تمسحيها. هتعملي حاجة تانية بعد ما تخلصي تمسحي ايدك كده اهو. بعد ما مسحتيها تجيبي زيت الزيتون. بعد ما مسحتي ايدك مسحة كويسة، جيبي زيت الزيتون، جيبي حاجة بسيطة كده اهو على كفة ايدك كده، حبة صغيرة من زيت الزيتون، تدعكي بيه ايدك كده فوق وتحت خالص. هتلاقي ايدك بقت ملسة جدا. زيت الزيتون طبعا بيعمل تطرية للبشرة، بيغذي البشرة بتاعت الايد، الجلد بتاع الايد بيغذيه جدا. بيموت الجلد الميت، بيزيله خالص. بيعالج حاجات كتيرة خالص، بيمشي الدورة الدموية، بيعمل مرونة للعضلات في الصوابع والإيد، بيمنع الانتفاخات من الإيد، بيمنع التجاعيد في الإيد برضو، اللي هو زيت الزيتون ده طبعا. زيت الزيتون ده طبعا أنا ياما شرحته لكم إن هو فيه فوائد كبيرة خالص خالص. بعد ما تمسح إيدك كده بزيت الزيتون، تسيبيها كده شوية، وبعدين قبل ما تيجي تنامي تغسلي ايدك من زيت الزيتون. يعني ملهوش ميعاد محدد، يعني الوقت اللي انت هتنامي فيه تغسلي ايدك وتدهنيها باي كريم مرطب عندك في البيت. كده تبص تلقي ايدك الصبح ناعمه وما فيهاش اي شيء ولا فيها اي حاجه. كل ما تيجي تغسل مواعين تعمل كده، حتى الحرقان اللي في الايد اللي بتبقى فيه ايد منمله برضو في الليل، الطريقه دي بتمنع تنميل الايد والحرقان اللي في الايد. وان شاء الله وصفه سهله وبسيطه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنسوش تشتركوا في القناة، تدعموني عشان اوصل لكم كل شيء سهل وبسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.